يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم هي حلا بين نارين بطريقة كتير مرتبة وبتنفع للضيافة. بتنفع بشهر رمضان، كتير زاكية، بنصحكم إنه تجربوها. هلأ بالبداية أنا احتجت هون لنص كيلو من الكنافة. طحنتها كتير منيح بإيدي طبعا، يعني مش بالخلاط. وبعد هيك احتجت ل3 ملاعق من السمنة وملعقة من الزبدة. هلأ بخلط هالمكونات مع بعض وبعدين بحطهم على الغاز على نار متوسطة بالبداية، وبعدها لما تحسوا انه بلشت الكنافة تاخد لون بتنزلوا الحرارة لأخف إشي. وضروري طبعا انكم تستمروا بالتحريك لحتى ما ينحرق اي شي. هلأ بعد هيك منطفي النار ومنحط على خليط الكنافة 1.5 كاس من القطر البارد. منضل نقلبهم لحتى يتجانسوا مع بعض. طبعا أنا حطيت القطر بشكل تدريجي. هلأ هون بعد ما مزجناهم كتير منيح راح نبلش إنه نرصهم بالبايركس. بالبداية راح أدهن البايركس بشوية سمنة أو زيت لحتى ما يلتصقوا فيه. بعد هيك راح اخد نص كمية الكنافة وراح احطها بالبايركس وارصها كتير منيح لحتى تصير طبقة متساوية. لا تنسوا تضغطوا على كلمة اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا لايك على الفيديو لحتى توصلكم الفيديوهات الجاية اللي راح انزلها. هون صارت عنا الطبقة الأولى جاهزة. هلأ راح نبلش بالطبقة الثانية. هلأ للطبقة التانية حنحتاج 3/4 كاسة من النشا، وكمان ححتاج لنص كاسة من الطحين، بالإضافة ل3/4 كاسة من السكر، أو بإمكانكم تحطوا كاسة كاملة من السكر. منحرك المكونات كتير منيح مع بعض. هلأ بعد هيك مننتقل للحليب. هلأ إحنا بحاجة ل5 كاسات من الحليب السائل. إذا ما كان متوفر بتحطوا كاسة كاملة من حليب البودرة وكمان 5 كاسات من المي. هلأ بعد هيك كمان حطيت أنا تقريبا نص ملعقة كبيرة من الفانيلا. وهون بلشت إني أضيف 5 كاسات من المي. بعد هيك ضروري جدا إنه نحركهم كتير منيح على البارد، وبعدها بننقلهم على الغاز. بنستمر بتحريكهم لحتى يصير القوام كثيف، لحتى يصير معنا بهالشكل قوامه كثيف ومتجانس. هلأ يعني النار تقريبا حتكون متوسطة، مش عالية كتير. هلأ بعد هيك حضيف عليهم إما علبة قشطة جاهزة أو حضيف عليهم ملعقة من الزبدة. اللي مش متوفر قشطة عنده بإمكانه يضيف الزبدة. وضروري نحركهم منيح لحتى تدوب الزبدة. هون حنبلش إني أصب الخليط، خليط القشطة طبعا. هلأ بإمكانكم إنه تحطوها بالتلاجة لحتى تبرد وبعدها إنه تدهنوها جوا البايركس، بس أنا حبيت إني أحطها وهي سخنة. وطبعا انتبهوا إنه توزعوها على جميع الأطراف بشكل متساوي. هلأ رح استنى شوي على القشطة لحتى الوش تبعها إنه يتماسك، ورح أبلش إني أحط عليها النص التاني من عجينة الكنافة. بعد هيك حرصهم كتير منيح لحتى يكونوا متماسكين، ورح أحطها بالتلاجة لمدة ليلة كاملة لحتى تبرد تماما. طبعا بإمكانكم تقدموها بهالشكل، وبإمكانكم إنه تحطوها بكاسات منفردة، حيطلع شكلها كتير حلو. هلأ هون أنا زينتها بالفستق الحلبي وحطيت عليها شوية قطر لحتى يزيد الحلاوة. طبعا طعمها يعني كتير كتير زاكي. بنصحكم إنكم تجربوها، عن جد أزكى من المحلات.